مساء الخير على الجميع. في الحقيقة أنا اترددت كتير قبل ما أطلع في الفيديو ده. بقالي شهور عايز أطلع، وكل مرة بقول لأ، مفيش داعي. كل مرة بقول لأ، مفيش داعي. الفيديو ده موجه للجماهير الحقيقية لكرة القدم العراقية، الجماهير اللي كل هدفها هو هدف واحد بس: حب الوطن والفرحة بمنتخب الوطن. هي دي الجماهير اللي أنا بخاطبها النهاردة. ليه بخاطبهم؟ بخاطبهم لأن هم السبب الرئيسي لاستمراري حتى الآن مع المنتخب. قبل ما ادخل في الموضوع انا هقول حاجة بسيطة جدا. اللي عشته في كاس الخليج في البصرة ما كنتش ابدا اتخيل ان انا عايشه. لما جيت وبدأت شغلي مباشرة من معسكر البصرة قبل البطولة. ما كنتش لسه عشت في العراق ولا كنت عاشرت الشعب العراقي. حسيت بأجواء رهيبة، حسيت بحماس رهيب، بحب الجماهير للوطن. كنت بسمع الجمهور وهو بيقول: بالروح بالدم نفديك يا عراق. الاستاد يترج. دي كانت بتخلي جسمي أشعر. لما رجعنا لبغداد بالكاس، عمري ما هنسى رقص الناس في الشارع، أطفال ونساء وكبار السن، الناس اللي على طول طريق المطار واقفين بيرقصوا بلا هدف، فقط فرحتهم برفع علم بلدهم. المواقف دي كلها أثرت فيا. المواقف دي كلها خلتني سفير دائم للعراق في أي بلد أروحه. أي بلد أو أي جمع يجمعني بأي شخص عربي من أي دولة، أو حتى إن كان غير عربي، دائما كنت بكون سفير للعراق. دايما بدافع عن العراق، دايما بتكلم أحسن كلام عن العراق، دايما بقول لكل الناس أفكاركم عن العراق خاطئة. أنا شفت الشعب وشفت الأجواء وشفت قد إيه الناس محتاجة فرحة، وشفت قد إيه الناس بتحب بلدها. من بعد كأس الخليج أنا فعليا كنت خير سفير لهذا البلد. ما كانش فيه فرصة واحدة إلا ودافعت عن البلد أمام أي جنسية أخرى، وده كان بسبب اللي عشته واللي شفته. أنا ترددت كتير إن أنا أعمل الفيديو ده. اللي متابعني عارف كويس إن أنا من شهر 6 ما بنزلش أي شيء، منقطع عن كل شيء من بعد القصة اللي حصلت عشان تهنئتي بعيد ميلاد أحد اللاعبين. فاللي متابعني عارف إن أنا ما بقتش بنزل أي شيء ولا حاطط نفسي في أي موضوع. طيب، هل الناس اللي بتحاول إنها توقعني سكتوا؟ لا، ما سكتوش. كانت الحجة قبل كده ان انا بنشر فيديوهات بهني اللعيبة، اصل بكتب حاجة كوميدية، اصل بعمل مش عارف ايه. طيب، انا من شهر 6 اللي فات ما بنزلش حاجة على حسابي. طيب، هل توقفوا؟ لا، ما حدش توقف، بل وزاد الامر. فانا طول الفترات اللي فاتت كنت دايما اقول لنفسي: انا ردي بكل تأكيد مش هيكون في صالحي، وكل الناس هتنتقد ان انا اطلع اتكلم. لكن انتوا لما هتسمعوا بقى كل اللي انا اتعرضت له طوال الشهور اللي فاتت او بتهددني، سواء بشكل مباشر او غير مباشر. كلمني اعلاميين مصريين، كلمني اصدقاء مصريين، طلبوا مني التدخل في الموضوع شخصيا وان الاعلام المصري يتولى الموضوع، وانا رفضت بشدة.
رفضت عشان ما يجيش يوم من الأيام حد يقول إن أنا كنت بحاول أسوق صورة البلد، لأن ده مش هدفي ولا عمره هيكون هدفي. حتى لو أنا مظلوم، حتى لو أنا مهدد بالعودة للعراق، عمري ما هسوق صورة العراق. الفترة اللي فاتت أكيد كل الناس لاحظت الهجمات المتتالية عليا بشكل مبالغ فيه. طول الوقت ناس بتتكلم عليا كلام جديد، ولا أنا عندي أي مشكلة مع الاتحاد، لكن أنتم لسه بتصدقوا بعض الناس اللي بتكتب عني أو بتنشر عني. الفترة الأخيرة اسمحوا لي أنا هبدأ أرد على بعض الأشخاص اللي بدأوا إن هم يتطاولوا عليا، وبدأوا إن هم يهددوني علنيا وضمنيا وتليفونيا ونصيا وكل شيء. أولا هنبدأ من الآخر. أحد الإعلاميين طبعا مؤخرا كل الناس بتتداول الفيديو بتاعه عني، وطبعا كان بيهددني بشكل مباشر. بيقول لي والله لرجعك مصر زحف. تمام، ولا أنا عندي أي مشكلة مع الاتحاد. أنا ردي عليه رد بسيط جدا: أنا موافق، بس من تطب انت بغداد وتصير رجال وتواجه ال20 قضية اللي عليك في بغداد وتعوفك من أربيل اللي انت هربان فيها، ساعتها يبقى رجعني زعف. انت بتحتمي في حتة انت قاعد فيها، واصلا تخاف تطب بغداد وما تقدرش تطب بغداد، فبتهددني انا بوجه لك رسالة قدام الملايين من الشعب العراقي: اللي عنده حاجة عليا يطلعها، وبقولها بكل ثقة، اللي عنده حاجة عليا يطلعها. وما عنديش اي ندم، لاني عارف ان ما حدش عنده حاجة. انا بعت شغلي، ولا انا بعت المنتخب، ولا انا خنت، ولا عملت اي شيء. لا، وخد التقيلة، خدوا التقيلة: الاعلان اللي انا ظهرت فيه كضيف شرف، اللي كل الناس حاسديني عليه وعاملين لي عليه قصة وطلعوني الخائن الاعظم لمجرد اني عملت اشتركت في اعلان، حتى ده ما خدتش فيه فلوس. بشهادة اللعيبة، بشهادة صاحب الشركة صاحب المنتج، اي حد، اتحدى اي حد يقول اني خدت دينار واحد. اللعيبة بيحبوني، ده مش ذنبي، انا علاقتي حلوة بالجميع. لما اللعيبة تطلب ان انا اشارك في اعلان، ده شيء عادي. اشتركت وانا فرحان، كنت فرحان بالتجربة. انتوا بقى عندكم مشكلة مع ده، براحتكم. نيجي للحاجة التانية، القضية اللي انا رفعتها في القضاء العراقي. انا عايز اكد على حاجة: انا كان عندي الحظ ان انا قعدت مع سيادة الرئيس محمد شياع السوداني بدل المرة 4 أو 5، ودائما كنت أستمع لحديثه اللي كان دايما بيأكد فيه إن العراق أصبح دولة حرية آراء وحرية تعبير، وأيضا دولة قانون. ولإيماني إن الكلام ده صحيح، أنا استخدمت حقي القانوني المتواضع في إني أدافع عن نفسي. دولة قانون حقيقي، أنا استخدمت أقل وأضعف حق ليا، هو حقي القانوني في الدفاع عن نفسي. لا بلطقت ولا طلعت شتمت حد ولا غلطت في حد، بالعكس، الشخص اللي أنا رفعت عليه القضية أنا بحترمه. عارفين بحترمه ليه؟ بحترمه لأنه شجاع، أشجع من ناس تانية طلعوا
اتكلموا عليا، هددوني ضمنيا في برامج بدون ذكر اسمي، بدون ذكر جنسيتي، بدون ذكر انا مترجم فين، فقط للتهرب من الملاحقة القانونية. بس ده حقي، لان اللي حصل تشهير. بالنسبة بقى للشخص اللي تلقينه عليا اليومين دول، معروف كويس مين اللي بعده، والشعب الواعي عارف كويس مين اللي بعده. وبخصوص التهديدات اللي انا بتعرض لها طول الفترة اللي فاتت دي، وبسببها ما رجعتش بغداد لا بعد مباراة عمان، قبل معسكر قطر، ولا بعد كاس الخليج. فدي بقى حكاية كبيرة مش هقدر اخوض فيها دلوقتي، لكن انا عايز اقول حاجة واحدة بس. انا جيت العراق من اجل هدف واحد. اللي يقول ان انا جيت عشان الفلوس يبقى ما يعرفنيش، لان انا مستعد اجيب مصحف احلف عليه ان انا، احلف عليه ليه؟ انا ممكن اجيب العقدين، عقدي في اتحاد الكوره وعقدي في الدوري السعودي. انا كنت باخد الضعف، الضعف. لما رحت العراق رحت لهدف واضح، هو حلم التأهل لكأس العالم. احساس لا يضاهيه احساس انك تكون جزء، تشارك بجزء في تأهل شعب كبير يحتاج للفرحة ومنتظر فرحة من سنين طويلة. احساس جميل جدا انك تكون جزء في الهدف ده. من اول يوم انا جيت، ولا كنت حتى اعرف كاس الخليج امتى، ولا كنت منتظر كاس الخليج، ولا كانت كاس الخليج في دماغي. اللي كان في دماغي حاجة واحدة بس، الطريق لكاس العالم. لو في حاجة واحدة مخلياني باقي حتى الآن في المنتخب، فهو إن صعبان عليا يفوت سنتين من عمري تحت كل الضغط ده وبحارب في شغلي، وفي الآخر يجي التأهل لكأس العالم وأنا ما كنش فيه، وأبقى مشيت وما حققتش هدفي. أنا هقولها صراحة لكل الناس اللي كرهاني، وكل الناس اللي بتتمنى إن أنا أمشي اليوم قبل بكرة. وعد مني، بمجرد تأهل منتخب العراق بإذن الله بإذن الله لكأس العالم، أنا مش عايز أروح كأس العالم، وهكتفي بهذا القدر وهمشي. لأن ساعتها همشي وأنا عارف إن أنا كنت قدها، إن أنا حققت الهدف اللي أنا أصلا جاي عشانه. فكرت كتير إن أمشي طول الفترات اللي فاتت. عندي عروض تانية، عندي عروض تانية، دوري سعودي، دوري مصري، أكتر من دوري. لكن بعد كل المجهود اللي أنا عملته ده، أفرط في حلم كأس العالم؟ أبقى أنا ساعتها كل تجربتي وكل التعب اللي تعبته مع المنتخب وفي شغلي راح هدر. عشان كده أنا مستحمل، ومستحمل كل اللي بتعرض له عشان نوصل كأس عالم. ووعد مني، لو وصلنا كأس العالم أنا مش عايزه ولا عايز أشارك فيه، بس همشي من العراق بذكرى حلوة. همشي وأقول أنا كنت جزء بسيط من تأهل وفرحة شعب انتظر فرحة 40 سنة، ودي حاجة مش قليلة. في النهاية في واحد بيقول إن صحفي مستلمني بقاله كام يوم، عايش في ألمانيا، وعمال ينزل كلام عليا ويدخلني في مواضيع. انت للأسف أثبتت إن انت عقلك صغير قوي. انت تعرف انت كنت بتراسلني بتطلب مني ايه، تعرف انت كنت بتعرض عليا ايه، وكل حاجة مدونة عندي بالسكرينات.
بس انا مش هعمل عقلي بعقلك، لان انت اثبتت ان انت عقلك صغير قوي، وبتحط عقلك بعقل اللي قد ولادك، وانت فاهم كلامي كويس. فانا اخر حاجه عايز اقولها، البلد دي انا عمري ما هطعنها في يوم من الايام، لان البلد دي زي ما شفت فيها اشياء كانت قاسيه، لكن شفت فيها اشياء حلوه. والبلد دي ادتني حاجات حلوه كتير، عمري ما اطعنها، وعمري ما اخونها، وعمري ما اخون شغلي. اللي بطلبه من جمهور كرة القدم الحقيقية انه يكون واثق ان انا هدفي مصلحة المنتخب زي اي مواطن عراقي. والدلائل كتير، انا مش هقعد اذكر الدلائل. الناس القريبة من المنتخب كلهم يقدروا يقولوا لكم انا شغلي ايه. الناس القريبة من المنتخب كلهم يقدروا يقولوا لكم انا ازاي بموت نفسي وبكون على اعصابي في كل مباراة احنا فيها. مش بعد كل ده حد يجي يشكك في نواياي. انا اكيد ما عنديش نية سيئة. انا سمعت كل الاتهامات، سمعت ان انا جاسوس، سمعت ان انا كل شيء، لكن عموما مش مشكلة. انا عايز حاجة واحدة بس، احقق الحلم اللي انا جيت عشانه، وهستمر للنهاية. وبعد ما احقق الحلم اوعدكم هريحكم مني. سلامي لكل جمهور الكرة العراقية الحقيقي، الجمهور الغير منتفع. وبعدها مرة تانية، اللي عنده حاجة عليا يطلعها. أنا ما انتفعتش بدينار واحد من خارج شغلي، وكل شيء عملته كان شيء عادي. بالمناسبة افتكرت شيء لازم اتكلم فيه، موضوع احد الموضوع اللي هم ماسكينها عليا او يعتقدوا ان هم ماسكينها عليا، انتقال اللاعب يوسف الامين لنادي الوحدة السعودي. الموضوع جدا بسيط. هل انا المطلوب مني لما يجي نادي سعودي انا كنت شغال فيه ويسألني عن لاعب في المنتخب، المطلوب مني ان انا اتكلم بشكل سيء عن اللاعب، ولا المفروض ان انا امدح باللاعب؟ انا اتكلمت بما يرضي الله، اتكلمت بما يرضي الله. الناس كلمتني لان النادي ده انا اشتغلت فيه قبل كده، وسألوني وانا قلت لهم هو خيار جيد، وقلت لهم بما ان انتوا ناويين تجيبوا مدرب الماني اذا هو الخيار الافضل. يوسف الامين موجود، والده موجود، كل الاطراف موجوده. لو حد قال ان انا خدت دينار واحد انا غلطان، واتحدى اي حد يقول غير كده. سهل وبسيط. الموضوع اني لقيت ان في رغبه في الطرفين لاتمام الموضوع، انا ساعدته زي اخوه الكبير. واعتقد ان محدش ينكر انها كانت خطوه ممتازه لكارير اللاعب، افادت اللاعب بشكل كبير، اثرت في مستواه الفتره الاخيره. هكتفي بهذا القدر، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جهودنا كلنا نكملها بالتأهل بإذن